أخبارك يا زميلي؟ عامل إيه؟ أتمنى تكون بخير. في الحلقة اللي فاتت بدأنا البلاي ليست بتاعتنا اللي بنتكلم فيها على الكمبيوتر بيزكس. اتكلمنا فيها يعني إيه كمبيوتر وفهمنا إيه هو الكمبيوتر، وعرفنا إن الكمبيوتر بيتكون عندنا من حاجتين أساسيين أوي اللي هما الهاردوير والسوفت وير. الهاردوير الحاجة اللي بعرف ألمسها، السوفت وير الحاجة اللي ما بعرفش ألمسها وما بشوفهاش. طب إيه رأيك يلا بينا نغوص جوه عالم الكمبيوتر أكتر، وندخل بقى جوه جسم الكمبيوتر ونفصص الكمبيوتر أكتر، وندخل أكتر في عالم الهاردوير. نعرف يعني ايه رامات، نعرف يعني ايه سي بي يو، نعرف يعني ايه جي بي يو، نعرف يعني ايه ماذر بورد، ندخل اكتر في عالم الهاردوير. يلا بينا. يلا بينا بقى نعرف يعني ايه هاردوير. هاردوير ببساطة كده هو any component in the computer can be physical and touchable. يعني ايه؟ يعني اي حاجة في الكمبيوتر بتبقى فيزيائية وممكن المسها واحركها من مكانها، اعرف اطورها، اعرف اغيرها. دي كلها حاجات بعتبرها هاردوير. زي ايه مثلا؟ زي الماوس مثلا، ده اعرف اغيره، اعرف اشيله من مكان واحطه في مكان، اعرف اطوره واجيب ماوس احدث منه، عشان كده بعتبره هاردوير. الكيبورد، المونيتور، البرينتر، السكانر، السبيكر، كل دي حاجات انا بعتبرها هاردوير. يعني ببساطه كده الهاردوير هو الجسم بتاع الكمبيوتر نفسه، وجوه بقى البرامج اللي موجوده جوه الكمبيوتر ده السوفت وير اللي هو روح الكمبيوتر. يبقى انا الهاردوير بتاعي هو جسم الكمبيوتر، والسوفت وير هو ده الروح بتاعت الكمبيوتر بتاعي. بما اننا بقى فهمنا يعني ايه هاردوير، تعالى بقى نعرف ايه هي الانواع الاساسيه بتاعت الهاردوير. الهاردوير بيتكون عندنا من 4 انواع اساسيين. وحدات الادخال، ودي ببساطه اي جهاز انا بدخل بيه معلومات للكمبيوتر او بدخل بيه بيانات للكمبيوتر. وحدات الاخراج، ودي الحاجات الاجهزه اللي انا بستخدمها عشان اخرج بيها معلومات من الكمبيوتر، او اخرج بيها بيانات، اخرج بيها النتائج كده. طب وحدات المعالجه، دي الاجهزه بقى اللي بتعمل لي عمليات معالجه جوه الكمبيوتر، بتعمل لي الاوامر اللي انا كنت اديتها للكمبيوتر او البرمجيات اللي انا عايز الكمبيوتر يعملها. طب وحدات التخزين، دي بقى الحاجات جوه الكمبيوتر اللي بتخزن لي اي معلومه انا دخلتها للكمبيوتر، او اي معلومه مثلا عملت عليها عمليات تعديل وشلتها جوه الكمبيوتر. يبقى هي دي كده وحدات التخزين بتاعي. يبقى ببساطه كده هم دول ال4 انواع الاساسيين عندنا بتوع الهاردوير. ايه رايك يلا بينا نخش نفصص كل واحد فيهم اكتر شويه، ونعرف المكونات بتاعت كل واحد، ونعرف كل واحد بيتكون من ايه. اول حاجه بقى هنتكلم عليها النهارده هي وحدات الادخال. وحدات الادخال ببساطه كده اي جهاز بيدخل معلومه للكمبيوتر. زي ايه مثلا؟ زي الماوس، بستخدمه مثلا بالمؤشر بتاعه عشان اختار ايقونه معينه مثلا جوه الجهاز، فيبقى انا كده دخلت معلومه للكمبيوتر. زي الكيبورد مثلا، ما انا بدخل تكست معين للكمبيوتر او بدخل ارقام للكمبيوتر. زي الميكروفون مثلا وانا بدخل صوت للكمبيوتر. زي السكانر وانا بدخل مثلا صوره معينه او فايل معين عايزه ينزل عندي على الكمبيوتر. يبقى دي كده حبه وحدات ادخال موجوده عندنا. يعني ببساطه كده وحدات الادخال اي حاجه بتدخل معلومه جوه الكمبيوتر نفسه. تاني حاجه بقى هنتكلم عليها مع بعض هي وحدات الاخراج. هي برضو الاجهزه بس دي بقى اللي بتخرج لي معلومه من الكمبيوتر. زي اهم وحده اخراج عندنا مثلا المونيتور بتاعتي، الشاشه اللي بتعرض لي كل النتائج وكل الحاجات اللي خرجت لي. فيبقى انا كده بعتبر الشاشه معايا اهم وحده اخراج، عشان هي اللي بتعرض لي كل البيانات وبتعرض لي كل حاجات الاخراج اللي انا محتاجها وكل المعلومات اللي انا محتاجها. زي ايه تاني مثلا؟ زي السبيكر مثلا، السبيكر بيخرج لي الاصوات. زي البرينتر مثلا لما بتطبع لي حاجه وتخرجها لي. يعني مثلا لو انت قاعد بتتفرج على فيديو مثلا وفاتح الشاشه مثلا وبتتفرج عليه، وفي نفس الوقت موصل الشاشه بتاعتك بسبيكر، فيبقى انت كده انت معاك وحدتين اخراج شغالين في نفس الوقت. الشاشه بتخرج لك الصوره او الفيديو اللي انت محتاجه، والصوت خارج لك من السبيكر. يبقى دول كده وحدتين الاخراج اللي انت شغال بيهم. هي دي كده ببساطه وحدات الاخراج اللي معاك، الحاجات اللي بتخرج لي معلومات وبتوصل لي معلومه من جوه الكمبيوتر ليا انا بقى كواحد بستخدم الكمبيوتر ده. بقى جه الوقت ان احنا نتكلم عن اهم قطعه جوه جهاز الكمبيوتر بتاعنا، السي بي يو، السنترال بروسيسنج يونت، وحده التحكم المركزيه بتاعتنا. بص يا عم، اي عمليه محتاجين نعملها جوه جهاز الكمبيوتر او اي حاجه احنا عايزين نعملها جوه جهاز الكمبيوتر لازم تعدي على السي بي يو. زي ايه مثلا؟ زي لو انا مثلا عايز اجمع رقمين فلازم يعدي على السي بي يو. عايز افتح لعبه لازم اعدي على السي بي يو. عايز اشتغل على كودنج مثلا نعمل حاجه معينه لازم اعدي على السي بي يو. يبقى انا اي حاجه اعملها لازم اعدي على السي بي يو، مش هينفع تعمل غير لما تعدي على السي بي يو. السي بي يو بقى بتاعنا بيتكون من جزئين اساسيين قوي، حاجه اسمها الاي ال يو وحاجه اسمها السي يو. الاي ال يو اللي هو الارثمتيك لوجيك يونت، وحده الحسابات والمنطق. دي اللي مسؤوله عن اي عمليه حسابيه هتحصل، جمع، طرح، قسمه كده اهو. طب السي يو اللي هي الكنترول يونت، دي اللي مسؤوله عن عمليه التزامنات والوقت بتاع كل عمليه وامتى كل عمليه تحصل وكده، عشان خاطر العمليات بتاعتنا ما تدخلش في بعضيها، وكل عمليه تحصل براحتها وتخلص وقتها براحتها وتتنفذ بزي ما انا عايزها وزي ما مطلوب منها. تمام. طب السي بي يو ده عندنا هو اللي مسؤول عن سرعه جهاز الكمبيوتر كله. يعني كل ما سرعه السي بي يو بتاعتي زادت كل ما الكمبيوتر بتاعي بقى اسرع،
فعشان كده بنقيس سرعه السي بي يو بتاعتنا بحاجه اسمها الجيجا هرتز. كل ما الجيجا هرتز بتاعت السي بي يو زادت، كل ما سرعه الكمبيوتر بقت زادت، فكل ما الكمبيوتر بقى اسرع معانا وبقى يستجيب للاوامر والحاجات اللي انا بديها له اسرع. تمام. معانا بقى مصطلحين حلوين قوي محتاجين نعرفهم جوه السي بي يو، حاجه اسمها الكورز وحاجه اسمها الثريدز. الكورز ده ببساطه هي عدد العقول اللي بتشتغل جوه السي بي يو. يعني انا مثلا لو معايا 4 كورز مثلا، تمام، يبقى انا كده ممكن اعمل 4 عمليات في نفس الوقت. طب معايا 8 كورز يبقى انا ممكن اعمل 8 عمليات في نفس الوقت. طب ايه هي الثريدز؟ الثريدز هي اللي مسؤوله عن انك مثلا تعمل كذا عمليه جوه الكور الواحد. يبقى انت كل ما الثريدز بتاعتك تزيد، كل ما هعرف اعمل كذا عمليه في نفس الوقت جوه الكور الواحد. يبقى ده كده ببساطه عندنا هو السي بي يو. وكده فهمنا ليه السي بي يو بعتبره اهم جهاز عندنا واهم قطعه موجوده عندنا جوه جهاز الكمبيوتر. دلوقتي بقى جه الوقت اللي احنا نتكلم فيه عن وحدات التخزين. وحدات التخزين عندنا بتتقسم نوعين: نوع بيرمننت يعني بيحصل دائم وموجود معايا ثابت طول الوقت، ونوع تمبراري ده بيحصل بشكل مؤقت يعني يعتبر. تمام. طب ايه الفرق بين البيرمننت والتمبراري؟ تعالى نمسك كل واحد فيهم ونتكلم بالراحه. تعالى نبدا بالتمبراري. التمبراري ستورج بتاعتنا عندنا زي الرام. الرام ببساطه كده هي وحده تخزين مؤقته. يعني ايه مؤقته؟ يعني لو طفيت جهاز الكمبيوتر في اي وقت كل اللي عليه هيروح. عامله كده زي الترابيزه اللي انت بتشتغل عليها بوقت مؤقت. زي ايه مثلا؟ زي مثلا لما اجي افتح ابلكيشن على الكمبيوتر، او افتح مثلا لعبه عايز العبها، افتح بيج معينه، فده كله بيتخزن معايا على الرام. الرام سرعتها عاليه قوي بس مؤقته. يعني ايه بقى مؤقته؟ يعني دلوقتي مثلا فتحت ابلكيشن، فالبيانات بتاعت الابلكيشن اتخزنت معايا على الرام. حلو الكلام. بس انا دلوقتي لو جهاز الكمبيوتر اتطفى معايا في اي وقت، كل الحاجات اللي انا عملتها على الابلكيشن هتروح معايا، مفيش حاجه منها هتتخزن. تمام. طب الرام ايه اللي انا هستفاده منها؟ بص يا عم، الرام بتخليني اعرف ان انا اشغل مثلا كذا ابلكيشن في نفس الوقت، او كذا لعبه في نفس الوقت، كذا برنامج في نفس الوقت، وهكذا. فكل ما انا كنت معايا مساحه رام اكبر ومعايا مساحه تخزين اكبر جوه الرام، كل ما انا بقيت اعرف اشغل حاجات اقوى وفي نفس الوقت مع بعض. يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا لو معايا 4 جيجا رام ومعايا برنامجين تقال قوي عايز اشغلهم، حلو، لو هم هيشتغلوا على 4 جيجا رام هتحس ان الجهاز بتاعك بقى بطيء شويه وبقى بصحه حبتين. طب انا لو معايا 16 جيجا رام، لا، كل برنامج فيهم هيفرش براحته، هيبقى موجود بمساحته براحته، فهتلاقي الجهاز بتاعك اسرع. فعشان كده الرام مهم قوي معانا. فدي كده ببساطه التمبراري ستورج بتاعتنا. طب ايه هي البيرمننت ستورج؟ البيرمننت ستورج زي مثلا ايه؟ الاتش دي دي والاس اس دي. الاتش دي دي ده الهارد التقليدي بتاعي، الهارد اللي انا بطيء شويه، مش اسرع حاجه، بس سعته كبيره، وفي نفس الوقت سعره على قد الايد، حنين شويه. فعشان كده ده انا بستخدمه، بشيل عليه الملفات اللي انا عايزها تفضل دايما معايا، وما بحتاجش ان انا افتحها بسرعه. يعني مثلا انا لما اشيل صوره مش محتاج ان انا اول ما ادوس على الصوره تفتح لي في ساعتها على طول، عادي ممكن استنى عليها شويه. فيديو نفس الكلام. انما مثلا لو انا معايا ابلكيشن، او مثلا الويندوز، نظام الويندوز بتاعي اللي انا عايز اخزنه، لا، لازم اخزنه على حاجه سريعه، اول ما افتحه يفتح معايا على طول. عشان كده بقى بحتاج اشيله على الاس اس دي. الاس اس دي معايا سرعته بتبقى اكبر بكتير من الاتش دي دي، وفي نفس الوقت سعه التخزين بتاعته برده معقوله، هي اصغر من الاتش دي دي، بس يعتبر الى حد ما تقدر تشيل معايا الحاجات اللي انا محتاجها. بس هو عشان سرعته سريعه، فبحتاج ان انا بشيل عليه الحاجات المهمه، زي مثلا الابلكيشنات، الملفات بتاعت الابلكيشنات، الالعاب، الاوبريتنج سيستم. فلما انا اجي افتح الجهاز مثلا يفتح معايا على طول، لما اجي افتح ابلكيشن يفتح معايا على طول. يبقى هو ده كده وحدات التخزين بتاعتنا، ودول النوعين الاساسيين بتوعنا في وحدات التخزين. دلوقتي بقى من ضمن القطع اللي موجوده عندنا في الهاردوير حاجه اسمها الجي بي يو، الجرافيكس بروسيسنج يونت. ده المعالج بتاع الرسوميات والحاجات اللي فيها حركه وفيديوهات وكده. فيعني انا مثلا لو شغال مثلا بلعب لعبه تقيله، او مثلا بعمل مونتاج لحاجه معينه، او مثلا شغال على حاجه 3 دي، فانا محتاج حاجه تسرع لي شغلي ده عشان ما الاقيش الجهاز معايا بيقطع او كده. فيبقى دي بقى وظيفه الجي بي يو. وعندنا من الجي بي يو نوعين: نوع اسمه الانتجريتد ونوع اسمه الديكيتد. ايه الفرق ما بينهم؟ بص يا عم، الانتجريتد ده يبقى جاي يعتبر موجود جوه السي بي يو، بيبقى موجود جوه السي بي يو في نفس الوقت، بس ده بيبقى ايه، مناسب للشغل العادي، اللي هي الحاجات العاديه اللي ما فيهاش جرافيكس عاليه او ما فيهاش رسوميات عاليه قوي. طب الديكيتد لا، ده بقى اللي انا بشتريه لوحده، بيجي لوحده، بيبقى موجود معايا، ممكن اشتريه مثلا زي مثلا من شركه نيفيديا مثلا، بيجي مثلا واركبه معايا، وبركب له جهاز تبريد معين عشان خاطر يديني سرعه اكتر واداء اعلى بكتير، يشغل معايا الالعاب التقيله، يشغل معايا الرسوميات العاليه، الفيديوهات اللي انا عايز امنتجها مثلا وكبيره قوي مثلا بجوده عاليه، فانا محتاج اعملها، فساعتها بحتاج لها الديكيتد جي بي يو، الحاجات اللي هو بيبقى منفصل لوحده ده. يبقى ده كده الجي بي يو، ده وظيفه الجي بي يو معانا. دلوقتي بقى بعد ما عرفنا شويه القطع اللي عرفناها في الهاردوير، عرفنا ايه السي بي يو، عرفنا ايه الرام، عرفنا ايه الهارد ديسك، عرفنا الحاجات دي كلها، كده الحاجات دي ما تبقاش متسابه في الفراغ كده،
مش بتبقى محطوطة في أي حتة وخلاص مكان ما أحب أحطهم، لأ أكيد في حاجة بتجمع الحاجات دي ببعض. الحاجة بقى اللي بتجمعهم دي بنسميها المذر بورد، اللوحة الأم. اللوحة دي هي اللي بتجمع السي بي يو بالهارد ديسك بالرام، بتجمع كل الحاجات دي عليها، ودي يعتبر العمود الفقري بتاعك بتاع جهاز الكمبيوتر، وهي دي اللي بتوصل الإشارات والأوامر من قطعة فيها لقطعة تانية. يعني مثلا عايز آخد معلومات مثلا من الهارد ديسك اللي أنا مخزن عليه معلومات، عايز أوديها للسي بي يو، فدي بقى وظيفة المذر بورد بتاعتي، بتوصل إشارات من حتة لحتة لحتة لحتة، وبتجمع كل القطع بتاعتنا دي مع بعض. يبقى دي كده المذر بورد معانا. ومعانا كمان من ضمن المكونات بتاعت الهاردوير بتاعتنا حاجة اسمها البي اس يو اللي هو الباور سبلاي يونت. الباور سبلاي ده بقى اللي مسؤول عن ايه؟ انا كل القطع اللي انا اتكلمت عنها دي والمذر بورد والحاجات دي كلها ما بتشتغلش كده اهو، بتحتاج كهرباء عشان تشغلها. بس ما ينفعش تاخد الكهرباء بتاعت الحيطه كده وتروح مدخلها على كل ده يروح يشتغل على طول. لازم الاول تعديها بقى على الباور سبلاي. لما بتعديها على الباور سبلاي هو بقى جواه ذكاء معين بيعرف يقسم الكهرباء بتاعتك على كل قطعه معينه. يعني مثلا القطعه دي محتاجه كهرباء قد كده فانا بدخلها كهرباء قد كده، القطعه دي محتاجه كهرباء قد كده فانا بدخلها كهرباء قد كده، فبيوصل لكل قطعه الكهرباء اللي هي محتاجاها، عشان خاطر ما نديش كهرباء زياده مثلا فتفرقع مننا، او ندي كهرباء اقل فيحصل مشاكل. فده الباور سبلاي ودي وظيفته معانا. وعندنا بقى حبه اضافات كمان زي مثلا الكيسه دي برضو بعتبرها هاردوير. دي انا بشيل جواها بقى كل القطع بتاعت الهاردوير اللي انا قلنا عليها واللي اتكلمنا عليها عشان خاطر احميهم جوه مكان معين. عندنا مثلا زي مروحه التبريد. مروحه التبريد دي هي اللي مسؤوله عن ان هي تبرد معانا الجي بي يو والسي بي يو وتخلي الجهاز بتاعك اسرع وما يسخنش. عندنا بقى ايه من ضمن برضو الاضافات اللي بقت موجوده دلوقتي لذيذه قوي، زي مثلا الكيبورد الار جي بي مثلا او الماوس الار جي بي. تلاقي الكيبورد مثلا بيدي معاك شكل حلو مثلا، الوان واشكال وكده. الماوس نفس الكلام تلاقيه بيلون وبيشتغل وبيدي معاك فايبريشن مثلا. فدي كمان من ضمن الحاجات الجديده اللي اتضافت للهاردوير الجديده اللي موجوده معانا. فده كده يعتبر كان الهاردوير اللي عندنا. المفروض ان احنا نكون خلصنا وفهمنا كل قطعه جوه الهاردوير، وفصصنا الهاردوير حته حته، وفهمنا كل قطعه ايه لازمتها وبستفاد منها في ايه وبستفاد بتشتغل ازاي معايا. تمام. المفروض بقى ان انا اكون فهمت من اللي احنا شرحناه ده ان انا مثلا ازاي لو انا نازل اشتري مثلا لابتوب اعرف اختار امكانياته على حسب انا محتاج ايه. طب انا مثلا محتاج شغل عادي وكده فانا هحتاج امكانيات معينه. طب لو انا هشتغل شغل تقيل لا يبقى انا محتاج ازود الامكانيات بتاعتي واجيب امكانيات اعلى. وبكده نكون احنا فصصنا الهاردوير بتاعنا. في الحلقات الجايه هنتكلم عن السوفت وير اكتر، ندخل بقى جوه روح الكمبيوتر وندخل في عالم الكمبيوتر اكتر بكتير. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معكم يوسف، سلام.